خالد، كنا تكلمنا على الصحافة الدولية مباشرة بعد الفوز المنتخب المغربي على منتخب بلجيكا، والماركا ولا آس كانوا قالوا تينين كوينتا مارويكوس، يعني يجب أخذ المنتخب المغربي بعين الاعتبار. وهما اليوم المنتخبان سيتواجهان للمرة الثانية تواليا في المونديال. أنا عرفت أنك كانوا بعض وسائل الإعلام الإسبانية اتصلوا بك خالد. نعم. بدأ التخوف وبدأ كذلك الترقب قبل هذه المواجهة مع المنتخب المغربي. سأحدثك عن 3 أشياء اليوم لمستها في خلال لقائي مع إحدى الإذاعات في مدريد، الإذاعات الشهيرة في العاصمة الإسبانية. الشيء الأول أنهم سألوني إلى أي درجة الشارع المغربي متفائل، وهل يمكن أن تحدد لنا نقطة من 1 إلى 10؟ قلت لهم 7 إلى 8، فدهشوا، لأن هذا الارتياح الذي تركه المنتخب المغربي في المباريات الثلاث يعطي تفاؤلا مشروعا، هكذا استعملت هذه الكلمة للجماهير المغربية، لأنها تلمس شيء على أرض الواقع، وهذا الشيء لم يكن حاضرا في الماضي. الشيء الذي يتخوف منه الإسبان والإعلاميون الإسبان والخبراء هو أن المنتخب المغربي حينما يستحوذ على الكرة أو يستخلصها يلعب بشكل عمودي وسريع جدا، نعم. وهذا ما يخافه المنتخب الإسباني. زد على ذلك الخوف الشديد مما يسمونه لاس استرياس دي مارويكوس، نعم. نجوم المنتخب المغربي، هؤلاء وبالأخص حكيم زياش وأشرف حكيمي، لأنهم يعرفون القوة الضاربة والتكامل الموجود بين العنصرين، بالإضافة بالطبع إلى العناصر الأخرى التي يعرفونها، المستوى المبهر لياسين بونو في الدوري الإسباني، والذي استطاع أن يكون صاحب جائزة سامورا أحسن حارس مرمى في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى نصير الذي اكتسب خبرة كبيرة مع أشبيلية وآخرين. هذا هو الانطباع العام، أن اليوم ليس هناك منتخب إسباني متوهج بأسماء كبيرة ومنتخب ناشئ، ولكن يقولون فعلها بنا منتخب اليابان، لن نسمح لأنفسنا أن نسقط مرة ثانية. لأن إذا جينا غير نقارنوا خالد وفؤاد وسي بدر الدين، يعني اللي تكلم هو على لاس استرياس دي مارويكوس، يعني نجوم المنتخب المغربي، لا شتي لاعب بلاعب، يعني المستويات متقاربة، مع افضليه بالنسبه للمنتخب المغربي من ناحيه ديال اذا تكلمنا على انديفيدويلمون، يعني من الناحيه الفرديه، لان ياسين بونو مثلا احسن من اوناي سيمون، اشرف حكيمي احسن من كارفاخال ولا اسبيليكويتا، وهكذا، باستثناء ربما اللاعب بيدري غافي. لكن المنتخب الاسباني نقطه القوه ديالو ماشي في الفرديات بل في اللاعب الجماعي ديالو. والمنتخب الاسباني رغم الهزيمه ديالو بالامس جديد في تاريخ كأس العالم، نسبة الاستحواذ في الشوط الأول ولا في الجزء الأول من الشوط الأول بلغت 85%. 85%. ولكن بدر الدين سيقول لك العبرة بالخواتيم أمام منتخب اليابان. لست أنا من يقول هذا الكلام، ولكن هي الأرقام والإحصائيات التي تقول هذا الكلام. عندما باش نقول بدر الدين، اسمح لي قاطعتك، أنه زعما المنتخب المغربي من الطبيعي أنه يحرم من الكرة في هذا اللقاء. صحيح. فلست أنا من يقول هذا الكلام، هي الإحصائيات والأرقام والمشاهد التي تتكرر أمامنا تقول هذا الكلام. تذكر معي ونذكر جميعا أن المنتخب الفرنسي توج بطل العالم في 2018، وكان الأضعف بين المنتخبات اللي وصلت الأدوار الحاسمة على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى امتلاك الكرة. الاستحواذ فيه شقين، فيه استحواذ إيجابي وفيه استحواذ سلبي. وقد قال خالد أن أكثر ما يخشاه الإسبان هو اللاعب العمودي الذي المباشر الذي يعتمد الفريق الوطني، وقد قدمنا من ذلك نموذجين اثنين. النموذج الأول هدف النصيري هدف خالد بوطيب في مرمى إسبانيا في مونديال 2018، والهدف الأول أمس الهدف الثاني للفريق الوطني اللي سجله يوسف النصيري من انطلاقه تقريبا من 50 متر بتمريره لولبيه ولا اجمل من اشرف حكيمي. حتى الهدف الثاني في مباراه بلجيكا، نعم، الارتقاء برأس حمد الله، واللعب الثنائي ما بين زياش وبوخاري. واتكلم على 3 ديال التمريرات. نعم، تمريرات. وعندما تكسر الظهر، لانك عندما تكون يعني مندفع بواحد البلوك ومطلع البلوك في محاوله للضغط على المنافس، كلما
نجح المنافس في إخراج كرة نظيفة من المنطقة وكسر الخط الأول ديالك أنت اللي كتعمل به البلوك إلا ويصبح خطرا عليك. أنا أعتقد على أن قد يكون مبكرا أن ندخل في هذه السيرات التكتيكية، ولكن بشكل عام أنا قلت لكم بالأمس أنني مرتاح أن يواجه الفريق الوطني منتخب إسبانيا، لأنني أفضل أن ألعب مع منتخب يعتبر للجميع كتابا مفتوحا، صحيح يعتمد على فرديات ويوجد الاختراقات ويوجد واحد مجموعة من الأشياء، ولكن لا ننسى اليوم جلال على أننا نملك منظومة دفاعية قوية. اليوم الفريق الوطني بلغة الأرقام هو ثالث، هو مع اثنين من احسن المنتخبات اللي مرت للدور الثاني، يملك 7 نقاط مع منتخب هولندا وانجلترا. منتخبات كالبرتغال، فرنسا، البرازيل اللي كانت عندها 6 نقاط خسرت اخر مباراه. ثم ايضا الفريق الوطني يتمتع باقوى دفاع حيث دخل مرمى هدف واحد. كيف خالد؟ قرأت في أفكاري، كنت سأتحدث عن هذه الجوانب، الجوانب الهجومية والدفاعية. نعم، الدفاعية المنتخب المغربي مع قلة قليلة من المنتخبات التي اهتزت شباكها مرة واحدة، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع تونس التي دخل في مرمى هدف، مع منتخبين آخرين، أعتقد كرواسيا بهدف واحد في المباراة مع وليد الركراكي دخل عندنا هدف واحد. نعم، ما بين المباريات جورجيا والمباريات كلهم اللي لعبنا، والثلاث مباريات ديال كأس العالم دخل عندنا هدف واحد. عندنا واحد من أحسن الدفاعات، ولذلك الرصيد الهجومي مهم. قلت في أول البرامج انجلترا قلت على أننا ندافع بطريقة جد حديثة. الآن ما غتخوفناش الاستحواذ ديال الكره ديال اسبانيا. علاش؟ لان في 2010 كاع الفرق اللي كانت المنتخبات كتستحوذ على الكره كلها وصلت النهائيات، وما اللي الاستحواذ انذاك اللي دات كاس 2006 و2008 ودات كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا هي المنتخب الاسباني. وكان المنتخب الاسباني انذاك هو المنتخب اللي سجل اقل عدد من الاهداف في تاريخ كاس العالم وفاز بكاس العالم. جاء في كل مباراه مقابل ما بقاش الفرق اللي استحوذت على الكره هي اللي وصلات، ولات الفروق اللي ربحت بو بلوس دو ديال هي اللي كتربح المباريات. جات في 2018 ولات الفراقي اللي كيشدوا الكره وكيلعبوا كما قال السي خليل العمود ديالهم كيمشيو بالزربه كيديروا 2 3 كونتر كيقتلوا. والان اخر دراسه في الكاس الاوروبيه الاخيره ديال ايطاليا بعض المباريات خدات 30% استحواذ وربحات، خدات 70% واستحوذات كتورك، والوقت اللي كتشد الكره كتمشي اون كونتر وربحوا كاع المباريات وداو كاس اوروبا. فالان الفروق اللي كتخرج السرعه وكتمشي كتباغت لي زادفيرسير قبل ما يتجمعوا ويصايبوا الكتال. نخليو الكره الى دعات الضروره، ولكن خصنا نبقاو غادي الفكر ديالنا ان ندافعوا بشكل جيد، ومن يشدوها نمشيو مباشره لعند النصيري ونحاولوا نبنيو الهجمه ديالنا المرتده باكبر سرعه. واحد السؤال بسرعه فؤاد، واش اللاعبين المغاربه ولا المنتخب المغربي قبل ان يحرم من الكره تقريبا طيله هذه المواجهه ضد المنتخب الاسباني؟ الفكر اللي كاين دابا الحمد لله تبدل لان قلت لك باش بوفال هذه النقطه، لان صحيح ان النصيري كيقطع مسافات كبيره هو كيجري وكيضغط. الفكر ان بوفال وزياش مع عمرهم كانوا كيديروا ان كرون ترافاي ديفونسيف مع المدافعين الارفقاء الخصوم، اما 3 للوسط و4 للور موكلهم انهم يجريوا. اعتقد اليوم كاين فكر مع وليد الركراكي على اننا ندافعوا الى تعد الضروره نص ساعه وساعه الا ربع، واول كره نشدوها نمشيو. الان الفكر ديال اسبانيا السي جلال هو ان تمرحش الكره ما بين المدافعين. الا جيتي معطل لو بلوك ديالك ضحل معطل كيديروا لا بينيتراسيون ديالهم، كيبداو في لي كورس كروازي، كيبداو في لي سونتر، كيبداو في لي دوبلون. الا جيتي في الوقت كيعاودوا يرجعوا لي ديفونسور يمشيو من الجهه الاخرى. الخوف هو اننا خليتهم يديروا هادشي بزاف غيرهقوك بدنيا وذهنيا غيشدوا الكره. فخصنا الضغط ديالنا يكون مثمر. الا مشينا نضغطوا تكلمتي على الصبر البدني، ولكن الصبر كذلك الذهني. هذا هو السؤال ديالي كان، واش غيقبلوا وهما اللي يعني لاعبين مهاريين بحال زياش بحال بوفال انهم ما يجيوش الدفاعيه مطالبين؟ لا، الذي يتأمل بغض النظر على يعني الدفاع. جلال احنا ما كنعرفوش الى الان يعني تضاريس المباراه كيف ستكون، ولكن انا قلت بانه الفريق الوطني جرب مثل هذه الوضعيات في 3 مباريات معا، يعني كان واقعا ولكن بنسبه اقل. اي، وانا قلت لك بصرف النظر على المساحه الزمنيه اللي غيتطلبها الامر ديال انك تبقى في المنطقه ديالك مراقب وكتتابع اللاعب، ولكن يعني سد جميع المنافذ وجميع الثغرات. جلال عنده 2 شوا ودارهم في وسط لي ماتش.
لو شوا الاول هو انه مشى يبريسي تري هو، ودارها مع كرواتيا ودارها في واحد الوقت مع بلجيكا، انك تضغط الفوق ولكن تي اوبليجي تطلع على لين ديفونسيف باش يبقاو لين قراب، وبالتالي كيبقاو فراغات من وراك الا ما كانوش اللعابه ديالك المدافعين قويين في الارتداد ويجريوا المرمى ديالهم ويكونوا اقرب من المهاجمين مشكل. وعنده الحل الثاني هو يجي الوسط ويبقاو لينين قدام بونو، ولكن غادي يرهقوك بالجري، خصك تعرف امتى تمشي تاخذهم. فكنظن ان وليد الركراكي غيدير دفاع مويان، ان بلوك مويان فير لو سونتر باش ما يخليش بزاف لي زيسباس وما يخليلهمش يعاودوا الكره حتى يعينوا ويديروا لي بينيتراسيون ديالهم. انا ما يقلقني هي الصوره التي ظهر بها المنتخب المغربي مباشره بعد الهدف في مرمانا امام كندا ديال كندا، كأن هذه الثقة اهتزت وكأن الشكوك بدأت تدخل إلى نفوس اللاعبين. وكنت تطالب خالد داري، نعم. كنت كتقول يعني ما كرهناش نشوفوا تيست، ان تيست اون رياكسيون نشوفوا كيف مع وضعيه صعبه ولا زعما تسجيل هدف على المنتخب المغربي. لما تدخل الكرة مرمانا كيف سنتصرف؟ والسؤال العريض ماذا لو دخلت الكرة الثانية التي صدتها العارضة؟ كيف كانت ستكون الحالة النفسية للاعبين؟ هل لديهم قوة امتصاص هذا الهدف والعودة في المباراة بالقوة التي شاهدنا مثلا عند منتخب اليابان في مناسبتين؟ اليابان اليوم إذا كانت من تحية لفريق عملاق هو المنتخب الياباني، أسقط 2 من عمالقة الكرة في العالم، ألمانيا وإسبانيا. أضيف له المنتخب الكوري اليوم الكوري الجنوبي. بعد مباراة بلجيكا كان فوز تاريخي على منتخب بلجيكا، ولكنه لم يكن يعني لنا التأهل مباشرة إلى الدور الثاني، ولكن مع الفوزنا على المنتخب الكندي وأصبح ممكن مع الصدارة أن يتأجل لقاؤنا إلى غاية يوم الثلاثاء، لأن لو كنا جينا ثاني المجموعة لعبنا يوم الاثنين، وبالتالي غادي يكون من الصعب جدا أنك تمنح راحة اللاعبين وبعدها تتبقى لك يومين فقط باش تعمل الحصه التدريبيه ذاك وتبدا تشتغل على الاوتوماتيزمات اللي غتلعب بها بمباراه اسبانيا. ولاحظنا وحنا نتحدث على منتخب اسبانيا، نتحدث على كتله، على نهج، على اسلوب، على فكر، على عقليه. خص الفريق الوطني يتدرب على واحد المجموعه من الوضعيات التكتيكيه متعدده اللي يحاول من خلالها انه يرهق المنتخب الاسباني. فبالتالي اظن فتره راحه خلت اللاعبين يتذوقوا هذاك الانجاز التاريخي ويتخلصون تدريجيا من ديك الشحنات العاطفيه اللي كانت اليوم باش يبداو مباشره يفكروا في مباراه اسبانيا يوم الثلاثاء. مباراه بكل الاحوال ما غتكونش فوق الشبعه، مباراة غتكون تاريخية أيضا، لأننا نريد هذه المرة على أن نذهب إلى أبعد مدى، لأن لا أعطتنا مباراة إسبانيا باش نمروا لربع النهائي، فلنعمل على اغتنام الفرصة ونمر إن شاء الله ويكون إنجاز تاريخي آخر. لأن السي وليد عنده شوية ديال الوقت في هذه المباراة على الآخرين، لأنه غيلعب حتى الثلاث، دونك il peut se permettre أن اللعابة سيرتو اللي لعبوا 3 ماتش، لان ملي كتجري بزاف كره القدم لي فيلامون ميسكولير كيتهرسوا، دونك باش تعاود دار لا كونستيتيسيون ديالهم خصهم شويه د الراحه. داكشي علاش كاين اللي دوك اللعابه اللي كيخدموا خاطر كيديروا على الميسكولاسيون ديالو، وخصهم بزاف د لاكيني والماساج. انا اعتقد دي بروفيسيون غيديروا دي ماساج، غيديروا لاكيني، غيديروا ليكيبيرو، ولكن الاخرين اللي ما لعبوش ماشي بعيد انهم يدخلوا لاصال ويخدموا شويه، ولكن ان جور دو ريكوب سي سيرتو ملي كتبعد شويه من التيران الخضوريه كما قال لك، كتمشي لشي صال، كتمشي تعوم، كتشوف العائله، كاين لا ريشارج لا مونطال و نيفو ريكوبيراسيون. خاصة أن المباراة القادمة هي مباراة بخروج المغلوب، والتعاطي معها مختلف تماما مع التعاطي مع مباريات المجموعة. في المجموعة دائما هناك فرصة لتعوض، كم شاهدنا في هذه الكأس كم من منتخبات لم نكن نتوقع أنها ستمر وفي آخر لحظة مرت. الآن مباراة اللي تقدر تكون أطول لأن يمكن الذهاب كذلك لذلك الجزئيات والتفاصيل فيها مهمة جدا، كيف تدبرها، كيف ربما تقودها إلى شوطين إضافيين إذا شعرت بأن هناك إمكانية لكي تقودها إلى ذلك. لذلك الأخطاء ولو تكون صغيرة جدا مؤثرة وممنوعة. كلمة السر كذلك خالد، ربما من هذا الشيء اللي قلنا هو الصبر كذلك. الصبر لو حرمت من الكرة، والصبر كذلك والتعامل مع مجريات اللقاء كيفما كانت هذه المجريات. والفريق الآخر إسبانيا تمتاز بالصبر، ميزتها أنها لا تكل ولا تمل، ممكن أن تبقى ب 87% 80%. ولكن أيضا يجب أن نعكس السؤال، هل تستطيع عناصر إسبانيا أن تصبر على حرمانها من الكرة؟
هل لدينا الامكانيات لنحرمها من الكره طبعا ونستحوذ عليها؟ الا حيدتي لهم الكره كيولي حالتهم بحال حيدتي شي دري صغير. هذا هو السؤال. هم قوتهم في ماذا؟ وهذا غوارديولا ايام عز برشلونه كانت التعليمات للاعبين يجب استردادها في 5 إلى 6 ثواني. وهذه هي ميزة الكرة الإسبانية، وعشناها في 15 سنة الأخيرة. صحيح. دائما ما تجد الإسبان وكأنهم يوجدون لك كوكبة من اللاعبين لا نعرف من أين يخرجون، 3 4 ويستحوذون على الكرة منه.